يجب أن نضع الأمور في أماكنها، كل حاجة في المكان بتاعها. قلت نبهنا ونبهت شخصيا الرئيس الفرنسي لخطورة هذه السياسة. أنا شايفه في المشي، عنده استراتيجية، لابد تكون عنده منطقة نفوذ، ومنطقة نفوذ هذه ما تقدر تكون إلا في البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية. ما تقدرش تكون في أمريكا اللاتينية، ما تقدرش تكون في آسيا، ولا حتى في أوروبا. ومنطقة النفوذ هذه تمتد من المغرب إلى موريتانيا، إلى السنغال، إلى جهات أخرى من أفريقيا. أن فرنسا الرسمية لم تتخلى بعد عن أطماعها الاستعمارية في إفريقيا وعن منطقة النفوذ، وهذا هو الواقع. لما الفرنسيين يقولوا إفريقيا للأفارقة، معناه إفريقيا للفرنكوفونية. إفريقيا لابد أن تبقى خاضعة لجزء من النفوذ الفرنسي. هذا هو الواقع وهذا هو الجوهر. فرنسا لم تتخلى، خصوصا في منطقتنا هذه، منطقة شمال إفريقيا ومنطقة إفريقيا، لم تتخلى بعد عن استراتيجية المصالح. هذا هو الواقع وهذا هو الجوهر. هذه الحكومة، هذه الدولة التي ذبحت عشر هذا الشعب لم تنسى بعد، ويحز في نفسها أن ترى أمامها شعب رافع راسه، شعب اللي هو يبني في نفسه. هذا الواقع. وقد نبهنا مرارا وتكرارا السلطات الفرنسية، وخصوصا أعلى سلطة في هذه البلاد، وقلنا لهم كفانا حرب الجزائر. حاربتنا 8 سنوات. قال للشعب الجزائري بصريح العبارة أنني قررت الاعتداء على حرمتك، قررت الاعتداء على سيادة بلادك، قررت اختراق الحدود الجزائرية. طبعا أنا بالحالة هذه من العمل، والاعتداء بين واضح، والنية واضحة. نقولها بكل بساطة، وباسم 18 مليون جزائري، بأننا لن نعتدي أو ولن نكون البادئين بالاعتداء، ولكن سندافع على حدود بلادنا، سندافع عليها مثل ما دفعنا عليها بالأمس. سندافع على حدود بلادنا، وهي أولوية الأولويات. ونحن لسنا من الذين يؤمنون بتسبيق الخبز على الكرامة. فقد حاول الجنرال دوغول أثناء حرب التحرير أن يلعب على